اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني يا حبايبي المتابعين من الفيديو اللي فات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة هنعمل وجبة كده اقتصادية في الظروف اللي احنا فيها، وسهلة وبسيطة. أكلة شعبية كده الناس كلها بتحبها ومش مكلفة قوي يعني. تعالوا بس ما تنسوش يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، والجديد ولسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس للكل عشان اي فيديو جديد انا بنزله يوصل لكم على طول بإشعار. وكومنت حلو منكم كده، عايزه اشوف بقى كومنتاتكم وعايزه لايكات جر كده اليوتيوب. زي ما انتم شايفين كده هنجيب حلة على النار. هنعمل ايه بقى الاول؟ احنا نسينا نقول هنعمل كشري، بس كشري اسكندراني. سهل وبسيط وتكات كده باحطها بتوديه في حتة تانية. أنا باحط له سمنة وزيت، في ناس بتحط له زيت بس، في ناس بتحط له سمنة بس، أنا باحب السمنة والزيت. الزيت بيخليه مفلفل، والسمنة طبعًا بتدّي له طعم. أول حاجة أنا تَكّة باعملها، إني أنا باشوّح شوية العدس. في ناس بتحط العدس على الرز وتحط له مَيّته وتسيبه على النار، لأ أنا باحب أشوّح الأول العدس كده في السمنة والزيت. طبعًا كمية السمنة والزيت على حسب العدد اللي أنتِ هتعمليه من الرز ومن العدس. يعني أنا مثلًا عاملة هنا كوبايتين رز وكوباية عدس، فحطيت معلقتين سمنة وشوية زيت صغيرين، يعني ما كمّلوش، أو معلقة زيت مثلًا. أول ما السمنة تسيح مع الزيت، هابدأ أنزّل زي ما قُلت لكم إيه، الكشري هاشوّحه شوية، يا دوب كده تشويحتين 3. تمام يا بنات؟ هابدأ أنزّل الرز. طبعًا إحنا بنغسل العدس كويس هو والرز، عشان العدس طبعًا تلاقيه بينزّل حاجات، المَيّة بتاعته كده لازم لمّا تبقى بيضة خالص، عشان النشا اللي فيه، والرز برضه النشا اللي فيه لازم تنزل. زي ما أنتم شايفين كده أنا حطيت العدس، هابدأ أقلّبه تقليبتين 3 كده، وأبدأ بعد كده أنزّل إيه، الرز. أول ما يتشوّح شوية العدس، أنزّل باقول لكم الرز، برضه هاشوّح الرز مع العدس تقليبتين 3، وأبدأ بقى أنزّل إيه، بهاراتي. أنا باحط له ملح، لو عندي ماجي باحط ماجي، ودايمًا باحط له كاري، بيوديه في حتة تانية وطعم تاني كده، وبيدّي لون وطعم. جرّبوا كده لو أنتِ بتعمليه من غير ما تحطّي كاري، جرّبي كده حطّي كاري و وشوفيه هيدّيكِ طعم إيه، طعم تاني باقول لكم يا بنات بيوديه في حتة تانية. بُصّوا، طبعًا أنا لمّا باجي أحط المَيّة، أنا باحط المَيّة على قد الرز بس، مش باحط المَيّة على قد الرز والعدس، عشان ما يعجنش منكم. حطّي على قد المَيّة على قد الرز بس. بُصّوا أنا حطيت واحدة ماجي كده، هاكسّرها كده يا دوب تدوب كده مع العدس، وهابدأ أنزّل الرز. زي ما باقول لكم يا بنات، مثلًا أنا حاطة كوبايتين رز، أنا هاحط كوبايتين مَيّة، لإن العدس ما بياخدش مَيّة، عشان في ناس بيبوظ منها العدس أو الكشري، بسبب إن هي بتحط مَيّة على قد العدس والرز. يعني مثلًا لو أنا حاطة كوبايتين رز وكوباية عدس أصفر، بتحط 3 كوبايات مَيّة، لأ، هتلاقيه عجِّن منِّك ومش هيبقى حلو. فأنتِ حطّي على قد الرز اللي أنتِ بتحطيه المَيّة. بُصّوا أنا بدأت أحط أهو الرز، باقلّبه تقليبتين 3، وهابدأ أنزّل بقى إيه، هابدأ أضبّط الملح بتاعي. طبعًا واحدة الماجي بس مش هتنفع، هتضبّطي الملح بتاعِك، وهتحطي بقى إيه، الكاري زي ما قُلنا. بُصّوا أنا حطيت معلقتين كده إيه صغيّرين، لأ 3 مش معلقتين، 3 صغيّرين كده، و وهاحط الملح بتاعي، وأبدأ بقى أنزّل المَيّة بتاعتي. وهاسيبه بقى أول ما يغلي، هابدأ إيه، أوطّي عليه النار وأسيبه. هاعمل جنبه إيه، هاعمل جنبه البيض المدحرج. إيه بيض مدحرج ده؟ في ناس تعرفه في ناس ما تعرفوش. طريقته سهلة جدًا، جدًا، جدًا. وهاعمل جنبه سلطة، هاحط جنبه مخلل، ممكن أعمل جنبه بطاطس محمرة أو شيبسي. طبعًا الوجبة دي بسيطة وسهلة، ومش هتاخد منكم وقت خالص. ولمّا تكون الدنيا مزنقة أوي كده، اعملي الوصفة دي. أكلة مش مكلفة. بُصّوا أنا حطيت المَيّة على قد إيه، شايفين؟ على قد الرز بس. بعد كده هاجيب إيه بقى، بيض بعدد أفراد الأسرة، زي ما أنتِ عايزة بقى العدد. هتبدئي تسلقيه على النار، زي أي حد عادي يعني. طريقة تقريبًا سلق البيض سهلة مش صعبة، بس أنا باحط في المَيّة شوية ملح. ليه؟ عشان البيض معايا لمّا آجي أقشّره،
ما يعني يتشال بسرعة، القشرة ما تبقاش لازقة، تلاقيه بيتقشر معاكي بسرعة. زي ما انتوا كده شايفين اهو، هغطش عليه بقى وابدا احط ايه، وابدا احط البيض على النار. السلطه بقى اللي انت عايزه تعمليها، انا هعمل سلطه ايه، هعمل بصل وطماطم، فلفل، احط عليها زيت، احط عليها شويه ملح، احط عليها شويه كمون، ممكن احط عليها نقطه خل، ممكن احط عليها ليمون. طبعا السلطه بقى ابدعي فيها، عايزه تعملي سلطه فيها خيار وجرجير ماشي. بصوا بقى الكشري ده يتعمل جنبه حاجات كتير. ممكن الكشري برضو معلومة، يعني ممكن الكشري تعمليه جنب السمك الشوي، في ناس بتحب السمك الشوي جنب الكشري، انت ممكن تعملي كده. بدل الرز الابيض لا، اعملي كشري، غيري مرة رز ابيض مرة لا. تعملي ايه، تعملي سمك شوي، في ناس بتحبه جنب السردين المشوي او السردين الصينية. فانا بقول لكم يعني بقى ايه، ابدعي. انا بقول لكم افكار كده داخل الفيديو، وانت بقى ايه براحتك، مش شرط يعني تاكلي كشري وجنبيه بيض بس، او بيض وسلطه، لا ممكن تجليه جنب السمك برضو، مش هيقولك لا. شفت انا حطيت البيض اهو، حطيت له معلقه ملح، ومجرد ما يستوي هبدا اقشره، وهقول لكم بقى هندحرجوه ازاي. مش هندحرجوه من على السلم، ها احنا هندحرجوه على النار. هنا بصوا، او بدأ يشرب ميته العدس، هنبدأ بقى نوطي عليه و... ونسيبه بقى ايه يستوي براحته، هتشوفوه مش هتلاقيه بقى ولا معجن ومفلفل والرزاية كده ايه، كل رزاية بعيدة عن التانية، مش لازقة في بعض، عشان ما كترتش في المية، عشان حطيت مية على قد ايه، على قد الرز بس. ايه، هنجيب طاسة نحط فيها معلقتين سمنة حلوين، ويستحسن طبعا سمنة بلدي، وهنجيب البيض يا دوب نحطه بقى ايه يتحمر كده، هو ده البيض المدحرج. شفت بقى اسهل من كده مفيش. وصفة سهلة وهتقومي تعمليها بسرعة، مش هتاخد وقت، غدا ساهل كده وسريع ومش مكلف وبأبسط حاجة. بصوا الكشري هوريكم كده مفلفل وتحفة وخطير وبجد، يعني حاجة كده طعم واو زي ما بيقولوا. بصوا الجمال، شايفين بصوا مفلفل ازاي. بصوا انا حبيت اوريهولكم ان هو ايه، مفلفل ومش معجن، لذيذ. عارفين يعني ايه لذيذ؟ شايفين يا بنات، شايفين الجمال. وهندحرج البيض ونبدأ بقى ايه نحطه في الطبق، في الأطباق بتاعتنا. طبعا انتي بقى على حسب أفراد العيلة، كل واحد تحطي له بقى طبق كشري محترم كده حلو، تحطي له البيضة بتاعته. تحطي بقى تعملي قلت لكم جنبيه سلطة بطاطس محمرة، خيار مخلل، ممكن تعملي طماطم متبلة بالثوم والكمون. بس انا بقول لكم كذا فكرة في الفيديو، بحيث انك تعملي، مش لازم تعملي زي ما انا بعمل بالظبط، انت ممكن تختاري كذا فكرة وكذا طريقة. ممكن بطاطس شيبسي تعمليه جنبيه، بصوا ممكن بابا غنوج تعمليه جنبيها برضو. يعني ايه، ابدعي بقى، وروني ابداعاتكم يا بنات. بصوا انا حطيت كشري اهو، وابدا احط بقى البيض بعد ما يتشوح زي ما انتوا كده شايفين. شايفين احمر، خد لون ازاي البيض، وتشوح ازاي. هنبدا بقى نحط في الطبق البيض، بصوا، وهترشي بقى عليه شويه ملح شويه فلفل اسود، تبداي تقدميه بقى. لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش يا بنات اللايك. اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وبيوصله لأكتر عدد. بالله عليكي اوعي تنسي اللايك، ما تطلعيش من الفيديو غير لما تكوني عاملة اللايك. بصي كده وانتي بتتفرجي على الفيديو، حطيتي اللايك ولا لا؟ انا شايفاكي ما حطيتيش لايك، يلا حطي لايك بسرعة، ما تنسيش. وحطي كومنت حلو كده، عايزة اقرا كومنتاتكم. ولو عايزين افكار اكتبولي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله اعملها لكم. لو عايزين افكار تانية او وصفات انتوا نفسكم فيها قولوا لي وانا هعملها لكم. بصوا انا حطيت ملح وفلفل ازاي عليه، طبعا بألف هنا عليكم. وبصوا حطيت جنبه خيار، سوري، آه سلطة بطاطس شيبسي، وحطيت لفت. هبقى اعمل معاكم اللفت ده في فيديو ان شاء الله. بصوا الجمال، بصوا اهو البصل عملته طرنشات، وعملت طماطم ملح وكمون وزيت. شايفين الجمال؟ طبعا انا مش قادرة اقول لكم، يعني اكلة تشبع. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفات تانية وروتينات تانية.
وأكلات أحلى وأحلى. في حفظ الله يا بنات، باي باي، مع السلامة.